محمد بن العين يقول: أنا جالس في المسجد متربع، يقول: وكنت أقرأ القرآن ثم شعرت بتعب، هل يمكن أنني أضع المصحف على ساقية؟ محمد، بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي القرآن كلام الله، يجب على المسلم أن يعظمه لأنه كلام الله عز وجل، والقاعدة الشرعية عندنا تعظيم ما وجوب تعظيم ما عظمه الله، والقرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. القرآن صفة من صفات الله عز وجل. والعلماء وإن كانوا نصوا على جواز ذلك، أن يضع الإنسان المصحف على فخذه على ساقه مثلا إذا احتاج إلى ذلك، إذا اضطر إلى ذلك، لكن حقيقة الآن الوسائل كثيرة، أو الأشياء التي يمكن للإنسان أن يضع المصحف عليها كثيرة، خاصة إذا كان الإنسان طالب علم مثلك يا محمد. الناس إذا نظروا إليه يختلف نظرهم إلى شخص عامي، ولذلك دائما أنا أنبه طلبة العلم وأنبه المقتدى بهم أن يأخذوا بالعزيمة أكثر من الرخصة، أن يأخذوا بالعزائم أكثر من الرخص، خاصة أمام الناس، لأن الناس في الغالب يترخصون، فإذا رأوا الشخص يفعل هذا ربما قادهم ذلك إلى امتهان المصحف. فلذلك أنا أنصحك بأن لا تفعل هذا. لو وضعته على فخذيك أو مثلا وضعته في محله مثلا، الرفوف الموجودة في المسجد يكون أفضل. بارك الله فيك.